اندلعت مواجهات مساء الأحد بين قوات أمن مغربية وآلاف الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا بعد منعهم من اقتحام السياج الحدودي مع مدينة سبتة. وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون مغاربة ووسائل إعلام محلية ودولية قوات الأمن في مدينة الفنيدق وهي تطارد شبانا راغبين في الهجرة غير النظامية إلى سبتة. قام عدد من الشباب المغاربة برشق قوات الأمن بالحجارة، فيما نفذت الأخيرة عمليات اعتقال واسعة في صفوفهم، وسط توقعات باستمرار حالة التوتر، مع تواصل تجمع آلاف الشباب والقصر المغاربة على قمة تل في مدينة الفنيدق، وتوافد آخرين مشيا على الأقدام استجابة للحملة الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشجعة للهروب الجماعي. واتسعت الاشتباكات لتشهد المدينة ليلة ساخنة استمرت إلى صباح اليوم الاثنين، أسفرت عن اعتقالات واسعة في صفوف الشباب والأطفال الذين حاولوا الهجرة، إضافة إلى أضرار على مستوى سيارات الشرطة خلال مطاردات ليلية كانت تمنع الشباب من الوصول إلى إحدى نقط العبور باتجاه سبتة عن طريق البحر أو السياج الحدودي. ومع توقع تجدد محاولات الهجرة اليوم الاثنين، ذكر محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال للديمقراطية في حديث مع صحف محلية أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه تم توقيف ما يقارب 5000 مغربي في العملية الأمنية التي رافقت هذه الدعوة للهجرة الجماعية.